أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. كل فيلم بيتم تصويره بيحصل فيه مواقف وأحداث طريفة في كواليس وأروقة الاستوديوهات وأماكن التصوير. محدش يعرفها لأنها خارجة عن قصة الفيلم، لكنها بتتعرف من اللي عصروها فيحكوها كذكريات ونوادر تستمر مع الزمن. زي الحكاية اللي هحكيها لكم كبداية لسلسلة ذكريات من كواليس الأفلام وأروقة استوديوهات السينما في مصر. أول حكاية هحكيها لكم هي حكاية ملكة الكوميديا ماري منيب، اللي كانت ستفقد عمرها برصاصة بسبب الاحتفال بيوم شم النسيم. تعالوا نشوف ايه القصة. مرة كانت الفنانة ماري منيب بتصور فيلم في استوديوهات لاما بعداء القبة. واللي ما يعرفش مين هم لاما، هم أخين إبراهيم وبدر لاما من أصل فلسطيني كانوا مهاجرين لدولة شيلي، وأثناء عودتهم لوطنهم فلسطين توقفوا بالأسكندرية. وكانت مصر تهتم اهتماما شديدا بفن حديث وهو الفن السينمائي، فاستهوتهم الفكرة واستقروا في مصر وأسسوا استوديو سينمائي وأنتجوا أول فيلم روائي مصري صامت في تاريخ السينما المصرية، كان اسمه قبلة في الصحراء، كان عام 1927. وأنشأوا استوديو سينمائي عام 1930 بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، واستمروا في إنتاج روائع الأفلام. المهم، تصادف إن جه يوم شم النسيم أثناء تصوير الفنانة ماري منيب لفيلم باستوديوهات لاما. وجت ماري منيب للاستوديو وجايبة معاها علب وصواني مليانة فسيخ ورنجة وملوحة وسردين، منضفاهم في بيتها وحط عليهم الزيت والليمون. ده غير البصل الأخضر والملانة والخس، ورصت العيش وفرشت ملاية بحديقة الاستوديو ورصت عليها الأكل، وجمعت كل الموجودين من أكبر فنان لأصغر عامل بالاستوديو. الكل مبسوطين وفرحانين وبيضحكوا، ولسه هيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وهيمدوا ايديهم علشان ياكلوا، وفجأة فتح إبراهيم لاما شباك أوضة نومه، فقد كانت بعض استوديوهات السينما سكنا أيضا لأصحابها، وبص لهم بحدة وبغضب وقال لهم بتعملوا إيه؟ فردت ماري منيب بخفة دمها المعهودة: صباح الفل يا أستاذ إبراهيم، حماتك بتحبك، اتفضل بسم الله معانا، فسيخ ورنجة وملوحة وسردين، إنما إيه يستاهلوا بقك. ازداد انفعاله وقال لهم أنا بقول بتعملوا إيه؟ صحتوني من نومي. ردت ماري منيب: معلش يا أخوي، حقك عليا، امسحها فيا، أصل كل سنة وأنت طيب، ده النهاردة شم النسيم. لكن انفعاله زاد وقال أنا هجيب المسدس وهوريكم. ودخل بسرعة من الشباك علشان يجيب مسدسه. هم سمعوا كده سابوا الأكل وقاموا يجروا، اللي استخبى هنا واللي استخبى هناك. أما ماري منيب جرت على باب الاستوديو وطيران على بيتها. وتوقف التصوير الفيلم كام يوم لحد ما أخبروها بأنه هدي ونسي الموضوع. فالكل يعرف جيدا انه لما هددهم بانه هيجيب المسدس، ده مش تشويه ولا تهويش ولا تهديد ولا كلام والسلام، فكان ممكن يصور قتيل فعلا. وده اللي حصل فيما بعد. ففي يوم 14 مايو 1953 دب الخلاف بين إبراهيم لاما وزوجته، انتهى بأن قام بقتلها برصاص مسدسه نتيجة للغيرة ورغبته في ردها ليه، ثم انتحر بنفس المسدس.